كثيرون من أصدقائي مع حركة الانتفاضة الشعبية التي جرت في 30 من يونيو، لكني أعتقد أنهم يرتكبون خطأ جسيما حين يدعمون الانقلاب العسكري، بل إن عددا لا بأس به منهم يعيش حالة إنكار أن هناك انقلابا عسكريا قد وقع، وهم يعتقدون أن العسكر ملتزمون بالدفاع عمن يسمونهم الشعب ضد الإخوان المسلمين. وأعتقد أن مصطلح الشعب هذا من الضروري تجنب استخدامه، لأن الشعب منقسم بشدة، وربما أنك لا تحب الإخوان أو تصرفاتهم، لكنهم جزء من السكان ولا تستطيع إلغاء وجودهم. لذا فإن استخدام مصطلح الشعب هذا هو استخدام لمصطلح مضلل. هناك خطأ آخر، هو الاعتقاد بأن العسكر سيتحرك لبناء دولة ديمقراطية علمانية، وهذا غالبا لن يحدث، بل الذي سيحدث أن العسكر سيتصرفون كما يتصرف العسكر عادة، وكما تصرفوا في مصر دائما، وهو فرض نظام وحشي وفرض سيطرتهم على النظام السياسي والاحتفاظ بمملكتهم الاقتصادية وسحق المعارضين وإضعاف حقوق الإنسان. إذن مشاهدينا، تحليل هذا الكلام أستاذة